أهلا بيكم شباب. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل صانع محتوى ومعلن، وهي CTR أو Click Through Rate، يعني معدل النقرات على الإعلان أو اللينك. ببساطة CTR بيقيس قد إيه الناس بتضغط على الحاجة اللي أنت عرضتها، سواء كان إعلان، فيديو أو لينك. ده بيوريك إذا الجمهور مهتم بالمحتوى ولا لأ. ال CTR بيتحسب عن طريق قسمة عدد النقرات على عدد مرات الظهور. بعد كده نضرب النتيجة في 100 عشان نجيب النسبة المئوية. مثال: لو إعلانك اتشاف 1000 مرة وعدد الناس اللي ضغطوا عليه 50، يبقى CTR يساوي 50 مقسوما على 1000 مضروبا في 100، يعني CTR يساوي 5%. أعلى CTR معناه إن الناس فعلا مهتمة بالمحتوى بتاعك، وكل ما CTR يزيد كل ما الحملات الإعلانية أو الفيديوهات بتكون أكتر نجاح. لكن CTR لو قليل، ده معناه إن محتواك محتاج تحسين. ممكن العنوان مش جذاب، أو الصورة مش ملفتة، أو الوصف مش واضح. عشان تزود CTR، ركز على عنوان جذاب، صورة أو thumbnail ملفتة، ووصف قصير وواضح. كمان استخدم call to action واضح، زي اضغط هنا أو شوف الفيديو دلوقتي. الناس بتحب التوجيه المباشر. جرب كمان تحسين توقيت ظهور الإعلان أو الفيديو، ساعات بس توقيت بسيط بيغير النتائج تمام. مهم جدا تتابع التحليلات بتاعتك. CTR مش ثابت، ممكن يتغير مع الوقت ومع تحسينات المحتوى. وأخيراً، CTR جزء مهم من نجاح المحتوى، بس مش كل حاجة. لازم تركز كمان على جودة المحتوى، مدة المشاهدة، والتفاعل العام. لو طبقت النصائح دي خطوة خطوة، هتلاقي CTR بتاعك بيتحسن والجمهور بيتفاعل أكتر، وده معناه إنك ماشي صح. ولو عايزين تشوفوا كل النصائح دي أول بأول، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان لو عجبكم الفيديو، دمروا زرار لايك واعمل اشتراك. كل تفاعل منكم بيساعد القناة تكبر ويخلينا نجيب لكم محتوى أحسن وأقوى. وأخيراً، لو عندكم أي سؤال أو حابين فيديو عن طريقة زيادة CTR بالتفصيل مع أمثلة عملية، سيبوا تعليق تحت وإحنا هنجاوب على كل أسئلتكم. سلام.